ابننا والناس اللي بنحبهم في الأردن. طبعا ضيفنا المقبل أحد أهم نجوم الأردن وقائد منتخبها وزعيمه الفيصلي، وهو النجم حسون الشيخ اللي تحدث بكل عفوية وحب لمراسلنا في الأردن. نحن نعطيكم اسم المراسل لاحقا، ما فينا نعطيكم إياه هلا، هو زميل عزيز. طبعا كل التحية للزميل سعد السلاوي. أما سلام المناصير، هذا الشاب العراقي الأعزب أبدع في المونتاج. نشوف. فيصلي 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 ازرق يا ازرق فيصلي العب بالساحه فيصلي شوت يا ازرق فيصلي العب بالساحه فيصلي شوت يا ازرق والعب العب بالساحه يا زعيم ازرق يا ازرق فيصلي العب بالساحه فيصلي شوت يا ازرق فيصلي العب بالساحه فيصلي شوت يا الازرق والعب بالساحه يا زعيم. برنامج صدى الملاعب زي ما بقول دائما الاستاذ مصطفى الاغا، الاحلى والاجمل والامثل والاكمل والاميز. صراحه هاي مش جمله بقولها الاستاذ مصطفى واحنا بنعيدها من وراه، هذا واقع MBC وحقيقه صدى الملاعب، وبتمنى ان شاء الله دوام التقدم والنجاح والازدهار والتوفيق لكم ان شاء الله. نمر في هذه الى علاء منطقه داخل المدول. حسون الشيخ. احنا كنا مشتاقين لبطولة الدوري، اللاعبين والجمهور، وهدفنا الاول الحصول على بطولة الدوري الممتاز لهذا الموسم. الشباب كلهم عارفين هاي المهمة ليست مستحيلة، المهمة صعبة اي نعم، لكن العطاء داخل المستطيل الاخضر هو دافعنا الاول. سكوندو كرة جول والشيخ بيسجل. يعني اكيد طموح كل الفرق بطولة الدوري، وطموحهم انه يحققوا نتائج ايجابية، وزي ما انت قلت الفرق مش كبير، من الاول والخامس حوالي 4 أو 5 نقاط. اكيد المنافسة شديدة ومحتدمة وكل الفرق عندها طموح، لكن ان شاء الله انه احنا طموحنا اكبر من الكل، وان شاء الله زي ما وعدنا جماهيرنا انه بطولة الدوري تكون لنا الموسم هذا. فيصلي 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 والله ورفعت الراس يوم من ملكت الكاس، يا فرح كل الناس فيك يا الازرق والعب بالساحه يا زعيم. نتمنى وان شاء الله انه راح نكون في الدوحه، الشباب كلهم عازمين وعاقدين العزم انه يحققوا فعلا نتيجه ايجابيه في مباراتنا المقبله ضد تايلاند، ومن ثم بنفكر مباراتنا في سنغافوره على ارضنا. كل اللاعبين العرب يعني بتمنى لهم التوفيق، وكلهم مفضلين بالنسبه لي، وبتمنى انه اشوفهم على مستوى عالمي، لكن عالميا ميسي. يتقدم الهجوم، ميسي يا ميسي يا ميسي. النادي المفضل برشلونه. والهجوم صامويل إيتو وهدف، الله يا بارسا. بتمنى المنتخب الإيطالي لأني بشجعه، لكن بتوقع أنه المنتخب البرازيلي حظوظه قوية، والمنتخب الفرنسي أكيد يعني رغم أنه تأهل بصعوبة، لكن فرنسا عندها لاعبين قادرين على العودة وإنهم يحققوا كأس العالم. أنا كابتن النادي الفيصلي والمنتخب الوطني حسون الشيخ، ومن أشد المعجبين في برنامج صدى الملاعب، وبتمنى من كل المشاهدين إنه يتابعونا في برنامج صدى الملاعب المميز. الأزرق يا الأزرق فيصلي العب بالساحة فيصلي لايق الأزرق فيصلي العب بالساحة فيصلي شوت يا الأزرق والعب بالساحة يا زعيم. حلقة زرقاء يا نهار ازرق يا ان شاء الله نهار ابيض ان شاء الله. حسون الشيخ فيصلي. نعم، كابتن المنتخب وكابتن الفيصلي صراحه، ومأمز اللعيبه بصراحه. يعني انا اتابع طبعا، واعتقد لانه كانت تجربه احترافيه في البحرين، اعتقد لاعب مميز، صانع لعب النادي الفيصلي